السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وأفضل الظروف يا ربي. بما أن الحرارة بدات كترتفع والجو بدا كيسخن فالواحد ما كيتشهى إلا الحاجة الباردة. اليوم جيت نشارك معاك هذا الكلاص الاقتصادي. ثمن ما تشري واحد أو جوج حضري هذا عائلي ليك ولوليداتك، وعلاش لا ما تقدميهش كديسير للضياف ديالك. شكله رائع، سهل وبسيط، كيجيب جوج النكهات الكراميل والشوكولاته. فعلا المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف وما فيه لا كثرة الخطوات ولا كثرة التعقيدات، كيوجد معك بسهوله. القوام ديالو كيجي كريمي وكيجي لذيذ بزاف. كيف ما العاده كما كنقول لكم، فضلا وليس امرا ما تنسونيش من تشجيعاتكم، لايك وبارطاج ومشاركه في القناه. ويلا نشوفوا الطريقه على بركه الله. واحد البول، هنايا خديت كيس ديال لاموس ديال الفاني، كما تقدروا انكم ديروا حتى بودره ديال الشونتي ماشي مشكل. هنايا كنت دايرها انا في الثلاجه من قبل، ضفت عليها نصف لتر ديال الحليب، حتى هو ضروري لازم يكون بارد مزيان. اذا كان فيه داك القطع ديال الثلج يكون من الافضل، باش هكايا كتطلع معكم الكريمه بسهوله وما تتاخذش معكم جهد اكثر. هنا بديت كنطرب الكريمه ديالي بهذا الشكل هكا. من بعد راه كتشوفوها كتكون خفيفه شويه، يعني ما كتكونش بحال اللي كتطلعوا بودره ديال الشونتي اولا الكريمه العاديه اللي كتزينوا بها الحلويات ديالكم. لا، هذه كتكون خفيفه، كتجيب هذا القوام كما كتشوفوا بحال هكا. يعني راه هكا راه ناجحه معكم، ما تقولوش راه ما ناجحاش، لان نيت الكميه ديال الحليب كتكون اكثر. صافي هنايا من بعد ما طربتها كتحاولوا انكم تقسموها على جوج. حاولوا انكم تقسموهم على جوج يكونوا متساويين. صافي وهنايا خليت النصف الاخر من بعد، وهذا النصف الاول ضفت عليه علبه ديال كريم كراميل او لا ياغورت بالطعم ديال الكراميل، وضفت عليه واحد الكيس ديال فلون بالنكهه ديال الكراميل. هنا خديت واحد العلبه ديال بسكوي ديال الكوكيز عفوا، غير ديال درهم اللي هرستو غير بيدي بهذا الشكل هكايا، وصافي وضفتو على الكريمه ديالي. صافي هنايا من الافضل انكم منين تجيو خلطوا بالباتور باش هكايا ديك الفلون يتخلط معكم مزيان، اولا بشي فوي، لان الفلون هكا كيبقى متكتل. فمن الافضل تستمروا بالتخلط هكايا بالباتور ديالكم حتى كيتجانسوا هكا المكونات. صافي هنايا خليته على جنب، ومشيت للنصف الاخر اللي ضفت عليه حتى هو كوكيز عادي ديال درهم اللي هرستو غير بيدي، غير هو الطعم ديالو كيكون هذا ديال الشوكولاته. ضفت عليه هنايا علبه ديال الياغورت بالطعم ديال الشوكولاته. وهنا خديت واحد جوج معالق كبارين ديال الشوكولاته اللي ذوبتها وخليوها تدفى واحد شويه، يعني ما ديروهاش وهي باقا سخونه بزاف باش ما تضيع لكمش الكريمه ديالكم. اولا تقدروا تعوضوها بواحد جوج معلقات كبار ديال الشوكولاته ديال الدهن، لكم الاختيار. صافي هنا كما الاول بديت كنخلط هكايا بالباتور، كما قلت لكم تقدروا ديروا فوي هكا باش كيتخلط معكم الخليط مزيان وكيتجانسوا المكونات مع بعضياتهم. فهنايا من بعد غادي ناخذ واحد السيركل، تقدروا ديروا اي سيركل عندكم اولا اي قالب عندكم. هي المفروض انه يكون كيتحل، يعني يقدر يكون دائري اولا مربع ماشي مشكل. صافي وكديروا له ديك البلاستيك الغذائي بهذا الشكل هكا، كتغلفوه مزيان من التحت باش هكا ملي كديروا الخليط ديالكم ما كيخرج لكمش من الجوانب. هنايا خويت النصف الاول ديال الكراميل، بديت به هو الاول انا لانني مازال غادي نقلب آه هذا الكلاص ديالي باش يجيني الكراميل هو اللي من الفوق. حاولت انني نملأ الفراغات في القناه وحاولت نقادو مزيان، وحاولوا ما امكن انكم تقادوا ليه السطح مزيان بهذا الشكل هكا بواحد الظهر ديال المعلقه، باش منين تضيفوا الخليط الاخر صافي يبان لكم هكا ديك يجيو متساويين. يعني هنا بديت كنضيف الخليط ديال الشوكولاته اولا الكريمه ديال بالنكهه الشوكولاته. هنا انا ما جيتش وخويت الخليط ديالي دفعه واحده، ولكن بديت كنوزع فيه هكا بشويه باش هكايا ما يتخلطليش يعني مع النكهه ديال الكراميل. كان ممكن انني نجمد النكهه ديال الكراميل بوحديتها ونخليها تشد راسها شويه وعاد نضيف نكهه الشوكولاته، ولكن من الافضل حتى هكا طريقه سهله وما تاخذش معنا بزاف ديال الوقت اولا الجهد. صافي بديت كنوزع هكايا بالمعلقه، ومن بعد بديت كنسرح هكا بسباتولا هكا. وتا هي من الافضل انكم ديروا شي معلقه
كما انا غادي ندير في الاخير باش هكا كتقادوا السطح مزيان وكيجيكم الكلاص متساوي. فهاد الكلاص هذا انا ما يمكنش يجي الصيف بلا ما نوجدوه لقمه السهوله ديالو، مكوناته اقتصاديه، كنكون كنقضي غير الشغل ديالي وكنوجدوه بسرعه وكنديرو في المجمد، وها الكلاص عندي واجد. كما كتشوفوا انا قاديت له السطح مزيان، كتحاولوا تقادوه باش كيجي مقادد هكا وكيجي في المنظر ديالو مزيون. صافي انا هنا خليته في المجمد تقريبا، وجدته بالصباح وما خرجته من المجمد حتى لغدا في الصباح. انتم راه ليله وحده كافيكم غادي يجمد معكم مزيان. صافي هنايا من بعد ما داز الوقت وجمد ليا الكلاص ديالي، هنايا قلبته في الصحن ديال التقديم، حيت انا بغيت الكراميل هو اللي يجي من الفوق، وانتم اكيد كيبقى لكم الاختيار اذا بغيتوا الشوكولاته اللي تبقى من الفوق. المهم انا بغيت الكراميل من الفوق، داكشي علاش بديت به هو الاول. صافي حيت داك البلاستيك الغذائي وحاولت انني نسخن هكا الجوانب بيدي، خصوصا انها راها الحراره. صافي باش يديمولا ليا وصافيت. هنا بديت كنديمولي هكا الكلاص ديالي. تقدروا ديروا هكا السكين باش تحاولوا انكم تحلوه. انا عندي ديك الحديده هكايا من الجنب، صافي دوزتها ويتحل هكايا بسهوله. صافي هنا ديموليت الكلاص ديالي كما كتشوفوا كيجي مقادد، كيجي رائع. الطبقات اللي فيه كيجيو واضحين وكيجيو رائعين بزاف. فهنا ما كيبقى لكم الا تزيين. فاذا كنتوا غادي ديروا شي تزيين اللي كياخذ الوقت فوجدوه قبل، لانها كتكون الحراره يعني راه كتجبدوه ضروري انكم تقدموه مباشره. انا هنايا فقط زينت بشويه ديال الشوكولاته اللي دوزت هكا في الحكاكه، يعني مبشور الشوكولاته. وهنايا خديت صلصه الكراميل اللي كانت عندي جاهزه من قبل. تقدروا تاخذوا داك الكراميل الفلون اللي كيكون معاه الصلصه ديالو د الكراميل وتزينوا بها هكا من فوق، او لا تقدروا تحضروا الكراميل عندكم في المنزل وتضيفوه النكهه ديال الكراميل ومنها تزينوا به. الكراميل انا راني ديجا شاركته معكم في الكلاص ديال ماك فلوري. اذا بغيتوا نقدر نحطو لكم في صندوق الوصف وتحضروه هكا بالمنزل. فهنايا انا كملت الكلاص ديالي، كيجي رائع بزاف، كيجي القوام ديالو كريمي، تبردوا به في هاد الحراره هذه. وهنايا وصلت النهايه ديال الفيديو ديالي. كما قلت لكم ما تنسونيش من تشجيعاتكم، والوصفه اخرى ان شاء الله. بسلامه.